السلام عليكم يا أبطال. أهلا بكم في قناة خطوة نجاح. اشرح النهاردة أول درس تاريخ. ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. حكايتنا النهاردة عن فتح مصر، والحكاية دي ما بدأتش بجيش بيستعد للحرب، لا، دي بدأت ببشارة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. الكلمات دي مش مجرد نبوءة، دي رسمت لمصر مكانة خاصة جدا في قلب الدولة الإسلامية حتى قبل ما يدخلها أي جندي مسلم. خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة هنبدأ نشوف مصر كانت عاملة ازاي تحت الحكم الروماني، وبعدين نعرف ليه المسلمين قرروا يفتحوها، ونمشي مع الجيش خطوة بخطوة لحد ما نوصل للحظة اللي بدأت فيها مصر عهد جديد من الدول المستقلة. طيب خلينا نرجع بالزمن لورا شوية. يا ترى إيه كان وضع مصر وأهلها قبل ما الجيوش الإسلامية توصل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. في زمن الرومان مصر كانت بالنسبة لهم مجرد سلة غلة للإمبراطورية مش أكتر. أهلها كانوا بيعانوا من كل أنواع الظلم، من ضرائب كتيرة جدا لأعمال شاقة، وفوق كل ده فقدوا حريتهم في ممارسة دينهم وخسروا السيطرة على خير بلدهم. والاضطهاد ده وصل لدرجة إن رأس الكنيسة القبطية نفسه البطريرك بنيامين اضطر يهرب ويستخبى في الصحراء لمدة 13 سنة. الوضع الصعب ده هو اللي خلى مصريين كتير يشوفوا في الفاتحين الجداد أمل في الخلاص. طيب السؤال هنا، اشمعنى مصر بالذات؟ ايه الأسباب اللي خلت عيون المسلمين تتجه ناحية وادي نيل؟ القرار ما كانش عشوائي خالص، بالعكس ده كان مبني على رؤية استراتيجية واضحة جدا بتجمع ما بين أسباب دينية وعسكرية وكمان تاريخية. يعني نقدر نلخص الأسباب دي في 3 حاجات أساسية: سبب ديني عشان يحققوا بشارة النبي، وسبب عسكري عشان يأمنوا حدود الدولة في الشام، وسبب تاريخي عشان يحيوا العلاقات القديمة اللي كانت بين العرب ومصر أصلا. وفي مؤتمر الجابية العسكري عمرو بن العاص حسم الموقف، وصف مصر للخليفة عمر بن الخطاب بجملة تاريخية، قال إنها أكثر الأرض أموالاً وأعجزها عن القتال والحرب. الكلمات دي كانت كافية عشان تقنع الخليفة بأهمية فتح مصر. وبمجرد ما القرار اتاخد انطلق عمرو بن العاص بجيش قوامه 4000 مقاتل بس في مهمة هتغير التاريخ. يلا بينا نمشي معاهم خطوة بخطوة ونشوف عملوا ايه. خطة عمرو بن العاص كانت عبقرية بصراحة. بدل ما يمشي في الطرق الساحلية اللي الرومان مأمنينها كويس، اختار يمشي بمحاذاة الصحراء، وده تكتيك الرومان ما كانوش متعودين عليه خالص وأربكهم تماما. الحصار على حصن بابليون، أهم حصن للرومان، فضل 7 شهور كاملة، 7 شهور من الضغط، فطبيعي معنويات الرومان بدأت تقع، وده اللي خلى حاكمهم المقوقس يطلب التفاوض. وهنا بقى حصل موقف تاريخي بجد. لما المقوقس شاف كبير المفاوضين عبادة بن الصامت استغرب من هيئته، فكان رد المسلمين عليه درس في حد ذاته. قالوا له ده أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا، كلنا بنرجع لرأيه. الرسالة كانت واضحة جداً، عندنا القائد هو الأكفأ، مش بلونه أو شكله. بس الحكاية ما خلصتش هنا. المقوقس اتفق على معاهدة سلام، لكن الإمبراطور هرقل في القسطنطينية رفضها تماماً، واتهم المقوقس بالجبن وأمرهم يكملوا قتال. الرفض ده هو اللي فتح الباب للاقتحام الأسطوري للحصن على إيد الزبير بن بعد العوام. ما حصن بابليون سقط خلاص، الطريق كان مفتوح لأهم مدينة في مصر وقتها، الإسكندرية، وهناك اتحطت أساسات الدولة الجديدة. شوفوا بقى شروط صلح الإسكندرية كانت ذكية إزاي. مش بس ضمنت إن الجيش الروماني يمشي بسلام، لا، دي كمان أكدت على حماية الكنايس وسمحت لليهود يفضلوا موجودين. يعني من أول يوم كان في أساس للتسامح والتعايش. وعمرو بن العاص على طول طلع بيان أمان لكل المصريين على دينهم وأموالهم، ولغى كل الضرائب الظالمة بتاعت الرومان. بس أقوى رسالة طمأنة كانت لما دعا البطريرك بنيامين بنفسه عشان يرجع من الصحراء بعد 13 سنة هروب. دلوقتي بعد ما مصر بقت ولاية إسلامية، يا ترى كانت بتتحكم إزاي في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم الأمويين والعباسيين؟ عمرو بن العاص مضيعش وقت خالص. أول ما استقر بدأ في مشاريع غيرت شكل مصر. بنى عاصمة جديدة هي الفسطاط، وبنى أول جامع في قارة أفريقيا كلها، وكمان أعاد حفر قناة بتربط النيل بالبحر الأحمر.